المصري بيرفع أسعار الفايدة من جديد، ويبدأ منافسة البنك الأهلي ببنك مصر، خصوصا مع اقتراب إيقاف الشهادات السنوية 23.5% و27% السنوية، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي القادم واللي متوقع منه تخفيض أسعار الفايدة. تعال الأول نتعرف على البنك الأهلي رفع أسعار الفايدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. الناس اللي بتقول لي ما بيجيليش إشعار من القناة، لأن حضرتك لازم تنزل أسفل الفيديو تلاقي علامة اللايك، اضغط لايك للفيديو يوصلك مننا إشعار بكل فيديوهاتنا القادمة. هننزل كل يوم شهادات جديدة ونقارن ما بين الشهادات قبل اجتماع البنك المركزي، والمناسب لحضرتك اربط عليه سواء كان شهادة أو ودائع أو أذون خزانة. كل ده هننزله على القناة، وكمان أسعار الدهب ما تنساهاش هننزلها في البث المباشر. كل عليك أنت بتتابعنا وتشارك الفيديو واللايك الفيديو وصلك مننا إشعار بكل فيديوهاتنا القادمة. تعالى بقى بينا نتعرف على الفيديو الجديد. قبل اجتماع البنك المركزي القادم واللي متوقع منه تخفيض أسعار الفايدة، واحنا عملنا في الفيديو السابق، لازم تشوف الفيديو السابق، هسيب لك الرابط اسفل الفيديو، اللي بيتكلم عن الشهادات سواء كانت ال 30% متناقصة في البنك الأهلي أو بنك مصر، وكمان الشهادة 26% الشهرية سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر، وإيه الفرق ما بينهم وأيهما أفضل. هتلاقي رابط الفيديو أسفل الفيديو. البنك الأهلي وبنك مصر هما أكبر بنكين في مصر، هما اللي بيتنافسوا على أسعار الفايدة دائما سواء شهادات أو ودائع، ولأن بنك مصر كان رفع أسعار الفايدة على الودائع لمدة 6 شهور و9 شهور بأعلى عائد، والصرف فيها شهري لمدة 9 شهور. واللي لسه ما شافش الفيديو ده هيلاقي برضو رابط الفيديو أسفل الفيديو، لازم تشوفه. وكمان ال6 شهور اللي بتصرف في نهاية المدة بأعلى عائد في الودائع. البنك الأهلي المصري عمل حساب الأهلي اليومي بمزايا الحساب، ولا يوجد مصاريف شهرية في حالة نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب. تاني حاجة مصاريف فتح الحساب مجانا. 3 إمكانية استخراج دفاتر شيكات. 4 إصدار بطاقات خصم مباشر. العائد هنا وصل على حساب التوفير في البنك الأهلي اللي تم إصداره، أعلى عائد وصل فيه 22% الآن. أما الفيديو القادم هيكون عن الشهادات 27% و 23.5%، لأن الجميع حاليا بيتكلم عن إيقاف الشهادات 27% السنوية و 23.5%، وإيه البديل حين إيقاف الشهادات 27% و 23.5%، لأن حاليا الفدرالي الأمريكي متجه نحو تثبيت أسعار الفايدة في اجتماعه القادم، وده اللي متوقع له في الاجتماع القادم. أما البنك المركزي المصري من متوقع منه أن يتم تخفيض أسعار الفايدة في مقدار من 1 ل 2%، لكن في حالة تخفيض أسعار الفايدة هيكون في كلام في الشهادات السنوية الاستثنائية، وهي الشهادات 27% وال 23.5% الشهرية، لأن هيكون في هناك كلام آخر، هل يتم إيقافها، هل يتم تخفيض أسعار الفايدة عليها، أم يتم استمرار الشهادة لحين تخفيض أسعار الفايدة لمقدار آخر. كل ده هنتكلم عنه في الفيديو القادم. كل اللي عليك أنت بتشترك في القناة، تفعل الجرس واللايك الفيديو عشان يوصلك مننا إشعار من القناة.